السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا كلنا هنصوم ال10 ايام ان شاء الله. طبعا ما نضيعش بقى الفرصة. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم. تعالوا نبدأ بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واقول لكم الوصفة بتاعتنا النهاردة هنعمل مقلوبة بطريقة اقتصادية بالأجنحة، طبعا مش بالفراخ عشان الأسعار طبعا غالية زي ما انتم عارفين. معانا بقى الخضار اللي انتوا شايفينه ده، شرايح البصل والبتنجان والبطاطس والطماطم، والأجنحة طبعا غسلينها ومصفينها كويس وحاطين عليها ملح وفلفل وبصل. نيجي بقى للتوابل: ملح وفلفل وتوم باودر وبهارات فراخ، وده كركم ومكعبين ماجي. طبعا ان شاء الله هنبدأ هنحمر بقى كل الخضار دوت. اول حاجة البطاطس، وبعدين البتنجان والفراخ. انا مش هقلي ولا طبعا الطماطم ولا البصل. هنعمل بقى شوربة كده هنحطها على المقلوبة. لو انتوا عندكم شوربة فراخ او لحمة ممكن تستبدليها. المكونات اللي قلت لكم عليها دي التوابل، هنضيف عليها مية مغلية وكده تبقى الشوربة بتاعتنا. هنجيب بقى الحلة بتاعتنا ونرص المقلوبة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا البتنجان هنرصه بقى نص الشريحة فوق ونصها كده تحت بنفس الطريقة. وطبعا هنحط البصل في القعر عشان لو لزقت يبقى الفراخ ما تلزقش معانا. وهنضيف بعد كده عليها بقى الأجنحة، هنرصها بنفس الطريقة كده اللي انتوا شايفينها. ما تنسوش بقى يا جماعة في الأيام المباركة ديت الذكر وقراءة القرآن، واللي طبعا أثر في رمضان. ربنا عوضنا بال10 أيام دول يا رب. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. طبعا البصل اللي كان مع الفراخ دوت أنا مش هرميه، هحطه عليها كده بنفس الطريقة. وبعدين بقى هنرص البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. وآخر حاجة طبعا الطماطم. وبعدين بقى نكون غاسلين الرز كويس ونسقيه بقى بالشوربة اللي احنا عملناها ديت. بصوا هنضيف بقى معلقة سمنة كبيرة كده او زيت براحتك على حسب ما انت بتستخدمي. وهنسقيه طبعا عيار الرز العادي خالص، يا دوب الرز يبقى متغطي حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. هنرفعها بقى على النار، وطبعا زي الرز العادي اول ما تغلي وتشرب بصوا هنوطي عليها. وبصوا كده بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصت هنقلبها بقى في الصينية بألف هنا والشفا يا رب على قلوبكم. وبصوا بقى ايه، هي طبعا اول طبقة لزقت مني بس مفيش مشكلة يعني، كله ماشي. بصوا طبعا مش هنرمي الحاجات دي، هناكلها. بس بصراحة طلع طعمها جميل قوي قوي قوي. بألف هنا والشفا يا رب على قلوبكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب لو عجبتكم الوصفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.